كل شيء يحصل قل لعله خير. داود عليه السلام جاءته امرأة يوم من الأيام تبكي منزعجة وكان يحكم بين الناس. قالت: يا داود يا نبي الله ما لك يا امرأة؟ قالت: أربك ظالم أو عادل؟ أعوذ بالله، ماذا تقولين امرأة؟ قالت: ربك ظالم أم عادل؟ بالتأكيد عادل، ربنا جل وعلا. قالت: انظر ما الذي حصل لي بنيات صغار أغزل لهن وأبيع فأطعمهن. غزلت غزلا يعني تنسج نسيج لين يخلص تروح تبيعه وتشتري أكل حق عيالها. تقول: غزلت وأنا أمشي في السوق لأبيعه، لففت غزلي في خرقة حمراء. تقول: وأنا في السوق أريد بيع هذا الغزل إذ جاء طير من فوقي، طائر كبير. تقول: فنزل إلي فأخذ الغزل وطار راح. تقول: أردت أن أقبض عليه راح، طار الطير، كل تعبها راح. عيالها ماذا سيأكلون؟ بكت المرأة، جزعت، ذهبت إلى داود: إيش الذي حصل لي وأنا؟ فقال لها داود: اتق الله واصبري، اصبري يا أمة الله. وهو يصبرها إذ دخل رجال 10 دخلوا على داود من التجار، تجار المدينة، كل واحد يتصدق ب100 دينار. قال: لما هذا؟ قالوا: كنا في سفينة فخرقت السفينة، صار فيها فتحة وكادت أن تغرق، فجاء طائر فوقنا فرمى خرقة حمراء فيها غزل، فيها قماش. يقول: فأخذناه ووضعناه في الخرق وأصلحنا السفينة ونجانا الله عز وجل. قلنا: لئن نجانا الله ليتصدقن كل منا ب100 دينار. أخذ داود عليه السلام 1000 دينار كل واحد 100، وأعطاه للمرأة وقال لها: رب يرزقك في البر والبحر وتصفينه بهذا، اذهبي وارجعي بهذا المال. مهما حصل قل لعله